مرحبا بكم معايا في الجزء الثاني من سلسلة فيلم ستوري. وكيف ما قلنا المرة اللي فاتت، فيلم غازية هو فيلم اللي يتكلم على بزاف د المواضيع، وكل موضوع من هذه المواضيع المفروض يكون عليه فيلم بوحده. الفيلم في البداية تناول موضوع التعدد اللغوي في المغرب، اللي كان فيه أمين ناجي كيلعب شخصية أستاذ السلك الابتدائي واللي كيقري التلاميذ في البادية باللغة الأمازيغية، واللي ما كانتش مدرجة في التعليم حتى دخلت مؤخرا. الأستاذ في الفيلم كيتعرض لمضايقات من الوزارة بسبب عدم التزامه بالتدريس باللغة العربية. أما بالنسبة للموضوع الثاني فكان على الحرية الفردية وحق تقرير المصير الفردي، واللي لعبت فيه مريم توزاني دور الشابة الثائرة على تقاليد وأعراف وإيديولوجية المجتمع، واللي كان اسمها سليمة. كتبان لنا سليمة في أول لقطة خارجة كتمشى وسط احتجاجات 2015 في كازا، واللي كانوا احتجاجات السلفيين على الاعتقالات اللي وقعت في المغرب بعد الحادث الإرهابي اللي كان في 2003. سليمة هي شابة اللي كتعشق الحياة وضد فكرة أنها تزوج باش تعيش مع راجل يتحكم فيها من بعد. واش متفق معها ولا لا؟ هذا هو السؤال اللي كل واحد جاوبوا عليه انطلاقا منه. ولكن سليمة كان عندها منظور آخر، كانت كتشوف أن الحرية في حرب دائم، واللي مثلت هذه الفكرة في مشهد صغير اللي قامت فيه بدفن طاير صغير كان ميت في يد ولد صغير كيلعب به. La sortie a été un très beau moment pour moi parce que j'ai rencontré beaucoup de jeunes femmes qui sont venues me dire à quel point elles se sentaient identifiées dans le personnage de Salima et à quel point ce personnage leur donnait du courage. Razia, c'est un film qui parle de l'autre. Et en parlant de l'autre, il parle de... الموضوع الثالث هو موضوع الفن في المجتمع المغربي، واللي لعب فيه عبد الإله رشيد دور الشاب العشريني اللي اسمه حكيم. حكيم هو شاب كيعشق الموسيقى الغربية خصوصا ديال فريدي ميركوري، وكيعجبو يغني وكيحلم بالنجومية رغم الظروف والفقر. وحكيم هو شاب دائما نايضلو الصداع مع الدار، وفي نفس الوقت عنده علاقة مزيونة مع أخته. حكيم بكل بساطة كيمثل جميع الشباب المغاربة اللي عندهم طاقات وأحلام ومواهب، ولكن المجتمع رفضهم. واللي ملي كيفكر حكيم شنو هو السبب اللي كيخليهم يرفضوه عليه ما كيلقاش سبب. الفيلم طويل وفيه مواضيع أخرى اللي خاصة بزاف الوقت والخدمة. نخليكم مع فيلم آخر مش الإباء فوائد آخر.